هنعمل النهارده اكتر وصفه بتطلب ومشهوره كمان واكتر وصفه تقليديه عندنا هنا في مصر، الكبده البلدي، ومن الوصفات اللي بتطلب على طول من غير اي افتكاسات او اي بهارات غريبه. هتطلع معانا احلى من الجاهزه كمان بكتير، وهتعتمدوا الوصفه دي ومش هتغيروها ابدا. من الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش الا 10 دقائق، وكمان هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وعامه مطلوبه الايام دي عشان احنا في رمضان. وكمان لو صاحيه متاخره وقبل المغرب ب10 دقائق او تلت ساعه هتعمليها وتعملي احلى كبده كمان. من الاكلات السريعه اللي ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. هنبتدي بالوصفه. نص كيلو من الكبده او كيلو او زي ما تحبي. هنبهره بسبع بهارات: فلفل اسود، ملح، معلقه من الثوم، معلقه من الخل، بابريكا او شطه حمراء. لو انت حباها بارده حطي بابريكا، لو حباها حاره الشطه الحمراء، وعصرة ليمونة. دي تتبيلة الكبدة. مش حابة تستغني عن الخطوة دي برضو عادي، ما فيش اي مشاكل. معلقة من التوم، معلقة من الفلفل الاسود، الملح، الكمون، معلقة من الكزبرة، بابريكا او فلفل، بابريكا او شطة حمراء بس. سنة خل، ليمون. هنبدأ بقى طاسة على النار فيها معلقة من السمنة. طاسة اللي هي الغير لاصقة دي تيفال اي حاجة، طاسة عندك. معلقة من السمنة او الزيت زي ما تحبي، اي مادة دهنية في الطاسة، وتحطي الكبدة عليها تشوحيها. تبداي تشوحيها. على فكره احنا هنعملها زي الكبده الاسكندراني بالاضافه بس ان احنا بنزود ليها البصل بس. افضلي بقى شوحي، هتحطيها 5 دقايق كده وبعد كده بتقلبيها. بتشوحيها. التشويح ده على فكره بيفرق في طعمها وبيفرق في كل حاجه، بيديها نكهه وتست عالي جدا. تبداي تشوحيها وتكوني بتقطعي البصل بقى قطع صغيره على الكبه زي ما تحبي. نص كيلو مثلا هيعوز له 3 بصلات. لو انت بتحبي البصل كتير كتري، مش بتحبي اقل برضو قللي زي ما تحبي. عامه هي زي الكبده الاسكندراني في التتبيل، وتحطي فلفل وكله، بس احنا بنضيف عليها البصل بس. واحنا لو حابين هنعملها فيديو تاني برضو اللي هي الكبده الاسكندراني اللي بفلفل بس. بس احنا البصل ده على فكره بيفرق. لو مثلا انت بتحبي هتاكلي جنبها شويه بطاطس كده والبصل يكون بيديها برضو نكهه وطعم حلو خالص، بيفرق معاكي في الكبده وكده. بس هنا وهتبداي تحطي عليها البصل بقى حسب الكميه اللي انت حباها، وتبداي تشوحي فيه. بعد كده بتكوني بتقطعي قرن فلفل، عندك فلفل احمر، فلفل حراق لو انت حابه، فلفل رومي لو انت حاباه يكون اللي هو بارد زي ما تحبي. عامة الكبدة لو انت حابة ان تغسليها غسليها لو انت مش مطمنة من الجزار، لكن لو هي لسه صابحة وكده بيفضل ان انت مش تغسليها. وبتبصي ما فيهاش، مش بيبقى فيها زفورة ولا بيبقى فيها اي حاجة لما تكون الكبدة لسه صابحة، وتكون انت واثقة من الجزار اللي انت بتجيبيه منه. اما انت لو انت مش مطمنة وجايباها من اي حد او حد جايبها لك وكده وحطها في الفريزر، طلعها وغسليها. هتعمليها ايه؟ شوية بتفك وتقطعيها وتغسليها بشوية مية. تحطيها في مصفى بتنزل المية بتاعتها او الدم بتاعها، وتبداي تتبليها بمعلقه خل وتوم وليمون وشويه فلفل اسود وملح، وتطلع احلى تتبيله. وفي مصفى كده بتتصفى بتبقى احلى كبده. في كلتا الطريقه دي والطريقه دي بتكون كويسه جدا، وهنا برضو كويسه وهنا كويسه. بس عامه الكبده ما بتتغسلش. بس هتبداي هنا بقى في الخطوه دي تحطي بقى فلفل. انا حاطه الاتنين، انت حابه تشيلي الحراق ده شيليه، وتحطي اللي هو البارد برضو براحتك. عندك قرن فلفل احمر حطيه، او عندك هريسه الشطه برضو معلقه تحطيها، وتبداي تحطي البهارات بتاعتك بقى. هي ما بتاخدش 10 دقايق على النار بالظبط. بصي لو حطيتي الكبده عامه اكتر من 10 دقايق او ربع ساعه على النار بتشد معاكي وبتطلع زي، بصي بتشد وبتكون يعني اللي هي الكبده ما بتاخدش 10 دقايق وبتستوي. اكتر من 10 دقايق ربع ساعه بتشد معاكي وبتبقى عامله زي الكاوتش كده، وبتكون مش مستويه وتحسي ان هي ازاي الكبده ما بتستويش. في ناس بتحطها مثلا يقولوا الكبده معانا ما بتستويش ولا كده، فهي عشان خاطر ان انتي بتحطها وقت كبير على النار. الكبده ما بتاخدش ال10 دقايق. هتبداي تحطي بقى معلقه من الفلفل الاسود صغيره، يعني معلقه من الملح، الكمون، كزبره. واحنا قطعنا هنا حبات طماطم، ورقتين من اللورة، عود من القرفه، ولو معلقه من السبع بهارات مفيش عادي مفيش. هي ما بتاخدش حاجه. ما تكتريش في البهارات برضو عشان تحسي بطعم الكبده وكده. الورق اللوري والعود القرفه دي بيفرق معاكي في الطعم وبيخليها، بصي بيديها تيست عالي جدا. تبداي بقى تقلبيها بس. وممكن ما تغطيش عليها بالغطا كمان، يعني مش لازم الغطا وكده. بتطلع معاكي الصوص اللي هو الحلو ده. البصل بيديها صوص كده وبينزل الصوص والميه بتاعته كده. تيجي تاكلها بالعيش بتبقى تحفه.
من اسهل الوصفات اللي ما بتاخدش وقت ولا مجهود. انتوا شايفين شكلها جميل ازاي، ما بتاخدش اي حاجه وما فيهاش اي افتكاس. وكمان نصيحه كمان، لو انتوا عايزين تحسوا بطعم الكبده لازم تجيبوها من مكان نضيف وواثقين من الجزار اللي انتوا تجيبوه منه. وكمان هي مش بتعوز بهارات كتير على فكره، لو حتى استغنيتي حطيتي ملح وفلفل بس ما فيش اي مشاكل خالص. الكبده سهله ومن الاكلات السريعه، ممكن على فكره تاكليها تحطيها في عيش كايزر كده للولاد او عيش بلدي، شوية رشة كزبرة كده او بقدونس على الوش، تديها نكهة برضو طعم حلو خالص. عيش بقى بلدي، شوية بطاطس محمرة كده او شوية شيبسي، شوية جرجير، شوية سلطة، تاكل احلى كده وتعمل سندوتشات. وكمان لو في طحينة ولا حاجة كمان بتكون طعمها تحفة، بتطلع معاكي زي البرة. لو حابة تعمليها بشكل زي بتاع المحلات وكده، جيبي اللي هو العيش الكايزر او العيش اللي هو برده ده، وتعملي سندوتشات، تحطي الكبدة شوية طحينة فيها، شوية جرجير وشوية السلطة وشويه بطاطس محمره جنبها او شيبسي، بتطلع معاكي اكنك جايباها من بره بالظبط. تقدري كمان تغلفيها عشان تديهم احساس ان انت جايباها من محلات، وعشان الولاد بيحبوا اللي هو الفاست فود والاكلات السريعه. فلو عملتيها بالطريقه دي والسندوتشات والحاجات دي هتطلع معاكي حلوه وهيحبوها كمان وهيفكروا ان انت جايباها من بره. شايفين الجمال، شايفين الكبده. تقدروا بقى تفضوها في طبق كده وتاكلوا منها، تقدروا تعملوها في سندوتشات، تقدروا تاكلوا كده، تطلع معاكي صوص حلو خالص. شايفين الصوص؟ عندك تحت كده في جنب البصل مديها طعم وسكارة جميل خالص، شوية جرجير كده، شوية سلطة خضرة حلوين كده، شوية طحينة عندك، شوية بطاطس محمرة، احلى كبدة. دي اللي بتنفع معاكي في رمضان وما بتاخدش وقت، ولو انتي مستعجلة او اي حاجة وجه يعني طب عليكي ضيف ولا حاجة، هي دي الاسرع اكلة تكون عندك، تكون موجودة عندك في الفريزر في اي وقت. اتمنى تجربوا الوصفة، ولما تجربوا الوصفة تقولوا لي رأيكم فيها. ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت الجميل. تقدري كمان تقدميها مع رز اللي هو الرز الابيض، في ناس بتقدمها مع رز برضو مش شرط عيش ولا كده. مع الرز الابيض بتكون تحفة وجميلة جدا وهتعجبكم لو جربتوها برضو بالرز.